تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. في الساعات القليلة الماضية انتشر مقطع فيديو لطالبة إيرانية يوم السبت 2 نوفمبر على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه الطالبة وهي ترتدي الملابس الداخلية فقط. ولكم بعض التفاصيل حول الفيديو. إن هذا الفيديو مرتبط بجامعة طهران للعلوم البحثية، وإن هذه الطالبة خلعت جميع ملابسها دفعة واحدة في عمل احتجاجي بعد أن اشتبك معها رجال الأمن جسديا لعدم التزامها بالحجاب اللزامي. وتم تصوير هذه اللحظات بالهواتف المحمول للطلبة من الصف العلوي المطل على الحرم الخارجي للجامعة. وقد انتشر المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كالنار في الهشيم، ولقت تفاعلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. أشاد العديد من المستخدمين بجرأتها وشجاعتها، ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول هوية هذه الطالبة. وقد طلبت منظمة العفو الدولية منذ ساعة بالإفراج غير المشروط عن هذه الطالبة، وذكرت هذه المنظمة الحقوقية عبر نشر رسالة على قناتها على منصة إكس: يجب على السلطة الإيرانية إطلاق سراح الطالبة التي تم اعتقالها بعنف احتجاجا على التطبيق الغير الصحيح للحجاب الإلزامي من قبل أمن جامعة إيزاد. وفي وقت سابق اليوم نشر سيد أمير محجوب، الذي ذكرت وكالة تنسيم للأنباء أنه مدير العلاقات العامة في الجامعة، منشور على منصة إكس أكد فيه أن رجال الأمن سلموا المذكورة إلى مركز الشرطة. ونفى هذه المسؤول الجامعي خبر المواجهة الجسدية بين الحراس وهذه الطالبة الخاطئة، ومدعيا أن الحالة الجسدية لهذه الطالبة جيدة. ووصف السيد محجوب الشخص المصاب باضطرابات نفسية بأنه كان يتعرض لضغوط نفسية شديدة. وقد أشار مصدر مطلع إلى أن حادثة اليوم في جامعة العلوم البحثية ليس لها أي جذور سياسية أو احتجاجية، وقال مرتكب هذا الفعل تعاني من مشاكل نفسية حادة، وبعد التحقيقات على الأغلب سيتم تحويلها إلى مستشفى الأمراض العقلية.